وفيه المنتخب العراقي هنا بعد الضربة الحرة. جول ثاني. يوم من النيران الصديقة اللي شفتوا لاعب في الملاعب يلعب ايده على جرحه. هذا لاعبنا العراقي في المآسي جاب فرحة، جيب الكاس جيبه. هكذا تريد الجماهير العراقية حين يسدد بشار رسل بليان. بشا في الضربة الحرة، النيران الصديقة حاضرة، وقدم ابن أكاديمية وابن مدرسة عمو بابا في البدايات، وهو ابن رسل بليان نجم الكرة العراقية السابق ابن الوز عواب، حاضر في اللقطة الماضية يسدد في ظل تهافت الأخبار إلينا. الأولمبي العراقي إلى كأس آسيا تحت 23 بالتعادل مع المنتخب الإيراني بدون أهداف. الأخبار السعيدة تأتي في ذات التوقيت، وخليل بني عطية هو من يسجل عن طريق الخطأ في شباك منتخب بلاده. تصبح 2-1 للعراق، تصبح 2-1 للعراق. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.